لكل فيلم حكاية ولكل حكاية ملخص. فيلمنا بيبدأ في مدينة داخل إنجلترا سنة 1996 مع طفلين أصحاب جدا واللي هم كلير وداني لما كانوا بيلعبوا مع بعض في الشارع. وكلير عجبها أكل موجود داخل هايبر، ولكن ما كانش معاها فلوس علشان تشتريه، فاقترحت على داني إنهم يدخلوا يسرقوا الأكل ده، وطلبت منه إنه يروح يشتت انتباه صاحب الهايبر ويمثل إنه تايه، وهي هتدخل وراه وتسرق الأكل. وبالفعل داني بيسمع كلامها وبيدخل ينفذ اللي قالت له عليه، وكلير بتتسلل لداخل الهايبر وبتسرق الأكل اللي عايزاه وبتحطه في الشنطة بتاعتها من غير ما حد يشوفها. ولما بترجع علشان تاخد داني، صاحب الهايبر بيقول لها إن أبوه جه وأخده، ولكن كلير عرفت بعدها إن أبو داني مش هو اللي أخده، وإن تم خطف داني من راجل غريب. وعلى الرغم إن الشرطة فرغت الكاميرات وقدرت تقبض على المجرم ده، إلا إنها ما قدرتش تعرف منه فين مكان داني أو فين مكان جثته لو قتله. واللغز ده فضل بدون حل. وبعد 25 سنة بنشوف كلير لما كبرت ورجعت للمدينة بتاعتها في إنجلترا بعد ما خلصت دراستها في بلد تانية. وعلى الرغم إن فاتت سنين كتير على اختفاء داني، إلا إن ذكرى الموضوع ده كان دايما بيطارد كلير. وأثناء وجودها في المدينة بتقابل بيل أبو داني داخل مطعم، وبتلاحظ إن شكله اتغير جدا، وبيكون واضح عليه الحزن بسبب فقدان ابنه. ولما بيطلب منها المساعدة في البحث عن ابنه داني سواء كان عايش ولا ميت، كلير بتوافق، لأن شعورها بالذنب تجاه اختفاء داني مش بيفارقها. وبيل بيعرفها إن في منطقة اسمها مور عبارة عن مستنقعات كبيرة ومهجورة، وليه فترة بيدور فيها عن ابنه داني، لأنه وصلت له معلومات إنه ممكن يكون موجود هناك. وتاني يوم بيل بيعرف كلير على شاب اسمه ليز، وده يبقى حارس محلي حافظ منطقة مور كويس. ولما التلاتة بيروحوا لمستنقعات مور، كلير مش بتكون مرتاحة، ومع عدم وجود أي أشخاص حواليهم كلير بتبدأ تفكر في مخاوف طفولتها، وبتحس إنها ممكن تختفي في أي وقت زي ما داني اختفى. وبعدها بيتم عرض لقطات حقيقية لسكان المدينة، وبنسمع المحقق المتقاعد سورلي اللي اشتغل على القضية الأصلية، وهو بيشرح إزاي الأطفال في الوقت ده كانوا بيختفوا واحد ورا التاني. والغريبة إن ما تمش العثور على أي جثث ليهم، والناس كانت خايفة لدرجة إنهم ما كانوش بيودوا أولادهم للمدرسة، لأنهم كانوا قدام مجرم محترف بيخطف الأطفال بدون ما يسيب أي أثر وراه. وبعدها بنرجع لبيل اللي بياخد كلير للبيت بتاعه، وبيوريها خريطة موجود فيها منطقة مور، وبيكون عليها علامات في أماكن معينة، ودي تبقى الأماكن اللي دور فيها على ابنه داني وموصلش لحاجة. وبيشاور لها على الأماكن الكتير التانية اللي لسه مرحش ليها. وساعتها كلير بتبلغه إنها هتروح تزور المحقق سورلي لأنه ممكن يساعدهم في البحث عن داني. وبالفعل كلير بتروح لسورلي، واللي بيبلغها إن كل الأماكن اللي بيل بحث فيها عن ابنه هو بنفسه بحث فيها بدقة عالية بعد اختفاء داني، وملقيش أي دليل موجود هناك. وبيوري كلير مجموعة من الخرايط بتأكد إن منطقة مور أكبر بكتير من ما كانوا متخيلين، والبحث فيها ملهوش نهاية، وعلشان كده مش هيقدر يفيدهم بحاجة لأن الموضوع غامض تماما. ولما كلير رجعت لبيت بيل، لاحظت إنه واقف مع راجل اسمه إليكس بيكون ماسك في إيديه بندول ومشغله فوق الخريطة. وفجأة البندول وقف على مكان معين في الخريطة، وساعتها بيل حط علامة بالقلم على المكان ده. ولما كلير بتروح تسأل بيل عن إليكس، بيقول لها إنه صديق بيقدم المساعدة لأنه عنده طاقة روحانية كبيرة. وتاني يوم بيل بياخد كلير وليز وبيروحوا لمستنقعات مور مرة تانية، وكلير بتكون واخدة معاها المرة دي كاميرا علشان تسجل كل حاجة. وأثناء ما كانوا ماشيين في المستنقعات، فجأة كلير بتشوف خروف موجود قدامها وبيكون ثابت في مكانه وعمال يبصلها، فكلير بتخاف جدا وبترجع لبيل وليز. وبعد ما التلاتة فضلوا يبحثوا في المستنقعات لفترة طويلة، فجأة كلير حست بحاجة غريبة بتشدها لاتجاه معين، لحد ما وصلت لمكان لقيت فيه جزمة طفل. ولما بيل راح لها وشاف جزمة الطفل، حط الجزمة داخل كيس بلاستيك، وبعدها أخدوا بعضهم ومشيوا من المستنقعات. وأول ما بيل وصل للمدينة، راح إدى جزمة الطفل للشرطة على أمل إن يتم اعتبارها دليل جديد،
ولكن الضابط بلغه إن ده غير كافي، لأن الجزمة مفيهاش حمض نووي، وكمان مفيش دليل على إن الجزمة دي تم اكتشافها مؤخرا، وبالتالي مفيش أي سبب مقنع علشان يعيدوا فتح القضية مرة تانية. وفي الوقت ده الفيلم بيعرض لقطات أرشيفية من سنين فاتت، لما السكان المحليين كانوا بيحكوا عن اللحظة اللي تم فيها القبض على المجرم، وإن ساعتها حسوا بالراحة، ولكن كان لسه عندهم شوية تخوف، وفضلوا يسألوا نفسهم إيه اللي عمله المجرم مع الأطفال، وليه ما تمش العثور على جثث الأطفال لو المجرم قتلهم مثلا، وليه الشرطة ما نشرتش أي صور للمجرم ده. وعلى الرغم إن اتحكم على المجرم بالسجن، إلا إن بعض الناس شكت في إن التحقيقات اللي اتعملت معاه ما كانتش دقيقة، وعلشان كده ما تمش الحكم عليه بالإعدام. وبعدها بنرجع لبيل وكلير وليز، واللي بيروحوا لمستنقعات مور، وأثناء ما كانوا ماشيين فجأة كلير بتلاحظ إن بيل وليز اختفوا من قدامها، وفي الوقت ده بتسمع صوت بينده عليها، ولما بتمشي ورا مصدر الصوت بتشوف داني واقف هناك، وفي راجل غريب بيفضل يقرب منه. وساعتها كلير بتعرف إن ده أكيد المجرم اللي بيخطف الأطفال، ولما بتجري ناحية داني علشان تنقذه فجأة بتقوم من النوم وبتعرف إنها كانت بتحلم. وبعد ما عدى كام يوم بدون أي مساعدة من الشرطة، بيل بيروح يقابل إليكس وبيطلب منه إنه يستخدم قدراته الروحانية مرة تانية علشان يساعده في البحث عن ابنه. ولكن إليكس بلغه إنه ساعده بالفعل على قد ما يقدر، وإن مفيش حاجة تانية ممكن يقدمها له، وعرفه إن بنته ألينار عندها قدرات روحانية أقوى منه بكتير، ولكنه مش عايز يدخلها في الموضوع لأن ممكن يكون خطر على حياتها. بس في الوقت ده ألينار بتيجي وبتقول لبيل إنها موافقة إنها تساعده، ومع إن أبوها إليكس حاول يمنعها، إلا إن ألينار كانت مصممة، وجابت البندول بتاعها وشغلته على الخريطة. في الأول مفيش حاجة حصلت، ولكن لما ألينار لمست جزمة الطفل اللي لقيوها فجأة البندول بدأ يتحرك لوحده ووقف في مكان معين على الخريطة. وساعتها بيل بيحط علامة على المكان ده لأنه هيبقى هدفهم الجديد في البحث. وتاني يوم بيل بياخد إليكس وبنته وكلير وليز وبيروحوا لمستنقعات مور، ولما بيقربوا من المكان المطلوب فجأة ألينار بتسمع طفلة عمالة تصرخ، ومحدش من المجموعة بيكون سمع الصوت ده غيرها. ولما ألينار بتسأل الطفلة اللي بتصرخ انت مين، الطفلة بترد عليها وبتقولها إنها مش فاكرة حاجة. وبعد لحظات صوت الطفلة بيختفي مرة واحدة، وفي الوقت ده ألينار بتبدأ تجري ناحية اتجاه معين، بس فجأة بتقع داخل حفرة، ولما المجموعة بتروح لها بيلاقوها فقدت الوعي. وساعتها أبوها إليكس بيطلب منها إنها تعد الأرقام بصوت عالي، وبالفعل ألينار بتعمل كده وبتقدر تستعيد وعيها. وفي اللحظة دي بيل بيبدأ يحفر جنب المكان اللي وقعت فيه ألينار، وبيكتشف فيه حاجة مرعبة جدا، جثة طفلة مدفونة في التراب. وبعدها الشرطة بترجع تحقق في منطقة مور مرة تانية، وبتبدأ تبحث عن الجثث اللي مدفونة هناك. وساعتها بيل بيكون مصدوم لأن ليه 25 سنة بيدور على ابنه داني، وفي الآخر لقي جثة تانية غير ابنه. وبعد ما بيل أخد كلير وراحوا قعدوا مع ألينار، بيل طلب منها إنها تعرف له حاجة واحدة بس، هل جثة ابنه داني مدفونة مع الجثث اللي في منطقة مور ولا لأ؟ وساعتها ألينار بتقوله إنها بتستخدم قدراتها الروحانية من خلال طفل اسمه توماس بيساعدها دايما بس بشكل غير مباشر، وعلشان تخلي توماس يجاوب على السؤال ده لازم تسمح له إنه يسيطر على جسدها بشكل مؤقت. وبالفعل ألينار بتجهز نفسها وبتبدأ الطقوس علشان تخلي توماس يستحوذ على جسدها ويتواصل مع بيل. وبعد شوية توماس بيبدأ يتكلم من خلال ألينار وبيعرف بيل إن الأطفال المفقودين محبوسين دلوقتي داخل منطقة مور في الظلام. وساعتها بيل بيسأله هل ابنه داني موجود معاهم؟ وقبل ما توماس يرد عليه بتحصل حاجة غريبة، فجأة الخريطة اللي موجودة قدامهم بتتملي مية، والبندول بيبدأ يشتغل لوحده وبيقف في مكان معين على الخريطة، والمفروض إن المكان ده هو اللي موجود فيه داني. فالمجموعة مش بتستنى وبيروحوا للمكان ده بسرعة، وبيلاحظوا إنه موجود في عمق المنطقة،
وبيكونوا عارفين إنهم هيحتاجوا يقضوا الليلة بالكامل هناك لأن المكان بعيد جدا. وأثناء ما كانوا ماشيين في المكان بيشوفوا أحجار ضخمة وقديمة وبيكون محفور عليها علامات غريبة، وبحسب المعتقدات المحلية الرموز دي بيرجع زمانها للعصر الحجري، ودي علامة على إن موضوع الاختفاء ده كان بيتم هنا من زمان جدا. وفي الوقت ده السما بتبدأ تمطر جامد على المجموعة، فبيثبتوا خيمة وبيقعدوا جواها. وساعتها ألينار بتقول لهم إن توماس بينصحهم إنهم يمشوا من هنا لأن في حاجة مظلمة في المكان ده. ولما إليكس بيأكد على كلام بنته إنهم لازم يمشوا، بيل بيرفض وبيقوله إنهم لازم يكملوا في البحث عن ابنه، وبيحصل خلاف كبير ما بينهم، وده خلى كل واحد منهم يخرج بره الخيمة وهو متضايق. وبعد شوية إليكس بيرجع وبيدخل للخيمة مرة تانية، ولكنه بيكون في حاجة غلط، سلوكه بقى غريب وتعبيرات وشه بتكون ثابتة. وفي الوقت ده ألينار بتفضل تصرخ وبتقول إن توماس سابها ومشي. ولما بيل وليز بيسمعوها وبيدخلوا للخيمة بيلاحظوا إن صوتها اتغير وجسمها بدأ يتهز بقوة. والغريبة إن إليكس بيفضل يبص على بنته ألينار وهي في الحالة دي ومش بيحاول يساعدها. وفجأة الدم بيبدأ ينزل من عيون ألينار، وساعتها المجموعة بتعرف إن في روح شريرة سيطرت عليها بعد خروج توماس من جسمها. وبيشوفوا ألينار وهي بتعافر مع الروح الشريرة اللي جواها، ولكنها مش بتكون قادرة تتحرر منها. وفي الوقت ده ليز بيمسك التليفون وبيتصل بخدمة الطوارئ لطلب المساعدة. وأثناء ما كان بيتكلم معاهم فجأة الاتصال بيتقطع، وبيسمع صوت غريب خارج من التليفون وهو بيقول محدش هيقدر يساعدكم. فالمجموعة بتخاف جدا، وفي اللحظة دي جسم ألينار بيفضل يتلوى من الألم وبيخرج منها أصوات غريبة ومش مفهومة. وفجأة بيل بيسمع صوت داني وهو بينده عليه، فبيخرج من الخيمة بسرعة هو والمجموعة، ولكنهم مش بيلاقوا حد. وبتحصل حاجة غريبة جدا، المنطقة بتفضل تتحرك حوالين منهم، فالمجموعة بيرجعوا للخيمة بسرعة وبيلاحظوا إن ألينار فقدت الوعي. وفي الوقت ده إليكس بيجي من بره وبيسألهم إيه اللي حصل لبنته ألينار. فالمجموعة بتبصله باستغراب لأن المفروض إن إليكس كان معاهم جوه الخيمة، وساعتها بيتأكدوا إن اللي كان معاهم جوه ده ما كانش هو إليكس، ولكن كانت روح شريرة متشكلة على هيئة إليكس علشان ما يساعدش بنته لما الروح الشريرة تستحوذ عليها. ولما المجموعة بيخرجوا من الخيمة مرة تانية بيلاقوا مخلوقات غريبة شبه الخرفان، بس عيونهم بتكون مقلوعة، والمخلوقات دي بتبدأ تحوطهم من كل اتجاه وبتشكل دايرة حواليهم. وأثناء ما المجموعة كانوا في قمة الرعب فجأة المخلوقات دي بتختفي من قصادهم. وفي الصبح بتيجي فرق الإنقاذ وبيوصلوا المجموعة لمكان آمن، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا المخلوقات الغريبة اللي شافوها بالليل اتحولت لحجارة. وفي المستشفى ألينار بتاخد العلاج اللازم، ولكن حالتها بتكون لسه صعبة، وإليكس بيفضل موجود جنب بنته. وفي الوقت ده بيجي مكالمة لكلير من المحقق سورلي وبيحذرها من العودة لمنطقة مور لأن حصل شيء فظيع هناك، وكمان بيعرفها إن المجرم المتهم بخطف الأطفال هرب من السجن. فكلير بتترعب وبتروح تبلغ بيل عن اللي قاله المحقق، ولكن بيل مش بيهتم لكلامها. وتاني يوم بيل بيطلب من كلير إنها توصله لمنطقة مور بالعربية وبعدها تمشي، وبالفعل كلير وافقت. ولكن المفاجأة إنهم أول ما وصلوا لهناك بيل هدد كلير بالبندقية إنها لازم تيجي معاه، وبيفضل يمشيها قدامه لحد ما بيوصلوا لحفرة معينة، وبيل بيعرفها إنه لازم يقتلها هنا لأنه سمع صوت امبارح بيقوله إنه لو ضحى بكلير هيستعيد ابنه داني. وساعتها كلير بتستغرب وبتقوله إن ابنه مات خلاص وإن اللي بيعمله ده مش هيرجعه. ولما بتفضل تترجاه إنه يوقف اللي بيعمله بيل بيرفض وبيرمي كلير داخل حفرة في المستنقع، وده نفس المكان الملعون اللي اتدفن فيه جثث الأطفال. وأثناء ما كلير كانت بتغرق في أيادي أشباح بتخرج من المستنقع وبتفضل تشد فيها لحد ما الأرض بتبلعها. وبعد ما كلير بتختفي داني بيخرج من المستنقع وبيل بيجري عليه وبيحضنه،
وبكده بنعرف إن الشيطان نفسه عايش في منطقة مور، والحفرة دي في الواقع كانت بوابة للجحيم، والشيطان كان بياخد الأطفال كتضحيات. والكائنات الغريبة اللي ظهرت على هيئة خرفان كانت هي أرواح الأطفال اللي الشيطان أخدهم. وكمان بنعرف إن المجرم اللي كان بيخطف الأطفال وبيوديهم للمستنقع هو في الواقع عبد للشيطان وبينفذ أوامره. ولما الشيطان خلى بيل يضحي بكلير وياخد ابنه، ده علشان التضحيات كانت مخصصة للبنات وبس. وده بيوضح لنا سبب جثث البنات اللي مدفونة في المنطقة. والمجرم غلط لما خطف داني لأن المقصود كان كلير من الأول، وعلشان كده الشيطان ما قتلش داني، واستنى لما بيل ضحى بكلير وبعدها رجع له ابنه. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.